السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح أسوي لكم طريقة عمل طبق سلطة مميز ولذيذ جدا. مكوناته جدا بسيطة، اللي هو خس. هذا عندي خس ثرمته ناعم. عندي هنا هاي الإذرة مستوية، هاي جاهزة تنباع بالسوق، أخذت من عندها تقريبا نص. عندي هذا الخيار شرائح سويته، وعندي هذا الجزر برشته، وعندي هذا الجبن بالاعشاب مع الزيتون مع الاعشاب، وعندي هنا قطعة ليمونة، هذا طبعا ليمون عراقي. الطريقة جدا سهلة. نضيف الخس، نضيف الجزر، نضيف الخيار، نضيف الأذرة، ونعصر عليه الليمون. هذا الجبن راح اضيفه اخر شيء طبعا، وياه تقريبا ملعقة زيت الزيتون. اكتمل عندي الطبق ان شاء الله، اقدم لكم اياه طبق التقديم. وهنا احبتي كمل عندي هذا الطبق. طبعا نسيت اذكر لكم رشة الملح، ضفناها بعدين احنا. وطبعا طعمه كلش طيب، واتمنى تجربونه. وطبعا بالنسبة للجبن لا تتقيدون بنوع محدد، اي نوع جبن تحبونه من هذا المالح تخلونه. وان شاء الله هذا الطبق ينال اعجابكم.